والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وسلم. إخواني الكرام، اليوم نقدم لكم حلقة جديدة، وهي عبارة عن أداة لتصليح لتصليح الويندوز بجميع إصداراته، وهو أداة جيدة جدا وممتازة جدا، وهي أداة رئيسية من هيكل الويندوز خاصة. أول ما نبدأ بإذن الله تعالى بهذه الأداة، هو رابط القناة موجود، رابط الأداة موجود في أسفل الفيديو. نفتح إذن صفحة جديدة نفتح صفحة جديدة بهذا الرابط. تأتينا هنا، أفتح صفحة جديدة وننزل تحت. هناك مكان التنزيل اللي هو الداونلود. نقوم بالتنزيل قبل ننتظر 5 ثواني، اللي هو داونلود اور فيكس وين ويل ستارت 5 سكند، يعني 5 دقائق ونقوم بتحميل هذه الأداة. إذا نقوم بتحميل هذه الأداة، نقوم بفك الرابط، نقوم بفك الضغط عليها، نفتح الأداة. هذه الأداة، ننتظر قليلا حتى تدخل الأداة. إذا هذه هي الواجهة الرسمية للبرنامج، الأداة التي كل الحديث عنها. إذا أردت أن تقوم بعملية صيانة أو بالإنجليزية سكان، أو عملية سريعة، نزل على هذا الواحد وننتظر تخرج من العلامة هذا، وننتظر يعني من 10 إلى 5 دقائق حتى تقوم الأداة بتنظيف جميع مشاكل البرنامج. أو يعني لكل أداة لها واحد، عفوا، موجب عليها ننتظر من 10 إلى 5 دقائق. لا علينا. إذا أردت أن إصلاح أي أداة، يعني مثلا أنت تعرف أن المشكلة في برنامج أو في درايف أو في كذا كذا، هناك لدينا هذه القائمة. يعني نفتح أي قائمة، مثلا لديك مشكلة في الجرافيك أو في الميديا أو في كذا كذا، نزل عليها وقوم وأوتوماتيكيا يعني تقوم بعملية صيانة ويندوز مباشرة بعد انتهاء من عملية السكان أو عملية الصيانة. يطلب عليك بعد إتمام العملية إعادة أوتوماتيكية، إعادة تشغيل الهاتف. إذا لما نعود نشتغل الهاتف، سنلاحظ فرق كبير جدا، ونلاحظ يعني سرعة كبيرة جدا في جهازكم. وسيلة يعني بدون أي برامج، بدون أي ضغط، وبدون أي كذا كذا. أداة آسية، فهي موجودة في الويندوز، فيما يسمى بالويندوز كلوب. اخواتي، ارجو ان تكون هذه الحلقه مفيده. رابط الاداه تجدونه تحت اسفل الفيديو. ارجو ان تكون هذه الحلقه مفيده. استاذنكم بالله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.